يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. بيبدأ فيلمنا في البحرية الأمريكية مع نخبة من أفضل الطيارين بيتدربوا على فن القتال الجوي في المحيط الهندي، وبيكتشف القائد وجود طيارة حربية مجهولة الهوية بتحلق فوقهم، فبيبعت اتنين من أفضل الطيارين اللي عنده علشان يحاولوا يبعدوه عن القاعدة بتاعتهم. ومفريكو دوت واحد من الاتنين الطيارين بيرصد طيارة وبيكون يقدر يدمرها بسهولة، ولكن القائد بتاعه بيقوله ما تضربش عليهم إلا لو اشتبكوا معاك. ومفريك زي الشاطر بيسمع كلام القائد بتاعه وبيقعد يلعب بالطيارة شوية كده هو وكغار الطيار التاني اللي معاه، ولكن بعد شوية الوقود بيخلص منهم، فبيقرر مفريك ان هما يرجعوا للسفينة، ولكن كغار بيبقى تعبان جدا ومتوتر ومش قادر ان هو يسوق. ومفريك بيطلع له تاني بالطيارة بعد لما بيكون نزل على سطح السفينة، بيوجهه علشان ينزل على السفينة بأمان. وبعدين بيدخل كغار للقائد بتاعه وبيقوله ان هو فكر في مراته وابنه اللي كان ممكن يبقى يتيم النهاردة، وبيستقيله وبيمشي. وهو خارج بيشكر مفريك، وبيدخل مفريك للقائد بتاعه وبيقول له قائد انت من امهر الطيارين ولكنك متهور، وبيبقى عايز يعاقبه ولكنه بيقول له ان هو هيروح ميمار وينضم لمدرسة نخبة من الطيارين المقاتلين هو وغوث صديقه، والمدرسة بيكون اسمها توب جين. وبيقول له ان هو بقى رقم واحد بعد ما كوغار استقال، وبيروح المدرسة هو وصديقه، والقائد هناك بيبدأ يشرح لهم عن الحروب اللي تفوق فيها الطيارين بتاعهم واستخدامهم لاسلوب المناورة في القتال في الجو في الحرب الكورية وفي بعض الحروب التانية. وبعدين بيدخل يتكلم معاهم القائد مايك، وده بيكون اول واحد ياخد جائزة المدرسة ديت. بيقول لهم ان هم هيواجهوا تحديات صعبة في المدرسة وهيتدربوا كل يوم تدريبات صعبة جدا. وبيتكلم مفريك وبيعجبه ثقته في نفسه كطيار من النخبة. بعدين بيروحوا حفلة في بيت واحد صديقهم بالليل، وبيبدأ صديقه غوث يكلمه عن افضل طيار معاهم وبيكون اسمه ايس مان، وبيطير ببرودة اعصاب عالية جدا وكمان من غير اخطاء. وبعدين بيشوف واحدة حلوة في المكان فبيحاول يقعد معاها وبيغني لها اغنية، وبيتعرفوا على بعض وبيكون اسمها شارلوت، ولكن بتسيبه وتمشي اول لما صديقها يوصل. تاني يوم بيتكلم معاهم القائد في المدرسة وبيقول لهم ان هم هيتدربوا على ايد متخصصين عندهم معلومات عن طيران الاعداء، وبيعرفهم على الطيارة شارلوت وبتكون دكتورة في الفيزياء الفلكية. بيقول لهم كمان ان وزارة الدفاع كلها بتسمع كلامها واوامرها، بتكون هي البنت اللي شافها امبارح في الحفلة وبتتكلم عن طيارة الميغ. ومفريك بيتناقش معاها بيقول لها معلومات كتير عن الطيارة ديت لانه واجهها قبل كده. بعدين بتبدأ رحلتهم الاولى بالطيارات، وبيقول لهم القائد عن الطيارات اللي هم هيواجهوها وان هي هتبقى اصغر من طيارتهم، وبيقول لهم كمان يكتبوا النتائج بتاعتهم. وبتبدأ المناورة وبيكون عبارة عن في مدرس هيحاول يطارد مفريك ومفريك لازم يهرب منه، وبيستعرضوا مهاراتهم في الطيران وبيخلصوا المناورة وينزلوا في القاعدة وبيتكلموا مع بعض بعد المناورة. وايس مان بيستفز مفريك ولكن مفريك بيتحكم في نفسه وما بيضربهوش، وبيجي القائد وبيطلب حضور مفريك وغوث. بيقول لهم القائد ان هم اخترقوا القواعد لان هم حلقوا فوق حد الارتفاع الاقصى، وكمان حلقوا بشكل منخفض جدا. بيقول لهم كمان ان هو حط القواعد ديت للحفاظ على سلامة الجميع، وان حتى هو مش مسموح يخترقها، ولو ما احترموش القواعد بعد كده هينطردوا. وبيتكلم القادة مع بعض عن مفريك وان هو شخص جامح وشجاع زي والده. وبعدين بيتكلم غوث مع مفريك ان هو عايز يتخرج من النخبة علشان يعيش مع عيلته حياة سعيدة ويشتغل، وبيقول لمفريك ان هو مش عايز يحارب معاه بسبب تهوره الشديد، فبيقول له مفريك ان هما هيتخرجوا مع بعض من النخبة. وبعدين بتيجي شارلوت تتكلم مع مفريك شوية وبتعزمه يتعشى معاهم بالليل في بيتها ولكن بشكل سري. بنشوف بعد كده مباراة كرة طايرة بين طلاب النخبة في المدرسة بين فريق ايس مان وفريق مفريك. بعد شوية بيجي ميعاد العشاء، فبيروح مفريك يلبس هدومه بسرعة علشان يلحق ميعاد شارلوت، بيروح لها البيت وبيقعدوا مع بعض وبتسأله عن طيارة الميغ 28 لأنه بيكون هو الطيار الوحيد اللي واجهها. وبيتكلموا شوية عن والده كمان، بيقول لها إن والده كان طيار ومات في حادث ولحد دلوقتي محدش يعرف تفاصيل عن موته. وبعد لما بيخلصوا كلام بيمشي مفريك ويرجع المدرسة. بعدين بيروح مفريك مع غوث المطار علشان يستقبل مراته وابنه. وتاني يوم بتشرح شارلوت للطلاب في المدرسة عن حركة عملها مفريك مع طيارة الميغ وإن هي حركة غرور منه، ومفريك بيتضايق من كلامها. بيخلص التدريب ويمشي بسرعة، ولكن شارلوت بتروح وراه بالعربية بتقوله إن هي معجبة باللي هو عمله جدا، ولكنها ما بترضاش تقول كده قدام الطلاب علشان ما يعرفوش إن هي بتحبه. وبيقول لها مفريك إن هو كمان بيحبها. تاني يوم بيروح المدرسة بيقول الطلاب إن ايس مان واخد المركز الأول ومفريك واخد المركز التاني، فبيتضايق مفريك لأن هو عايز يبقى في المركز الأول. وبيبدأ التدريب وبيكون مفريك معاه طالب اسمه
هوليوود ولازم هما الاتنين يصوبوا على القائد جيستر والقائد مايك، ولكن مفريك بيروح علشان يصوب على مايك، ولكن جيستر بيروح وراه وبيقدر يصوب عليه، وبكده بيكون مفريك وهوليوود خسروا التدريب النهارده. وفي غرفة الملابس بيجي قائد جيستر وبيقول لمفريك ان هو طيار بارع وموهوب، ولكنه ما بيعرفش يشتغل في فريق ويحمي اصدقائه. ومفريك بيتضايق وبيقعد يبص في صورة والده، وبيكون لسه باقي اسبوعين على التخرج ومسألة المركز الاول لسه ما اتحسمتش. وبيبدأ التدريب تاني يوم وبيكون غوص مع مفريك في الفريق، واثناء التدريب بيحصل عطل في المحرك في طيارة مفريك وبيفقد السيطرة على الطيارة وبيبقوا هيقعوا في البحر، لكن مفريك بيقفز الكراسي بره الطيارة، ولكن الكرسي بتاعه هو بس اللي بيطلع، والكرسي بتاع غوص بيتخبط في الطيارة. ولما مفريك بينزل من الكرسي بيروح بسرعة يطمن على صاحبه غوص، وبتيجي قوات الإنقاذ تاخده بسرعة على المستشفى. بعدين بيجي القائد مايك ويقول لمفريك للأسف غوص مات، وشارلوت بتعرف اللي حصل وبتزعل جدا وبتواسيه. بعدين بيحصل محاكمة بسبب اللي حصل دوت، ولكن مفريك بيطلع بريء، لكن بيبقى متدمر نفسيا علشان صاحبه، وكمان بيفكر يقدم استقالته، لكن شارلوت بتحاول تقنعه ان هو ما يستقيلش ويرجع للنخبة تاني، وبتقول له ان مايك مستنيك في بيته وعايز يشوفك. وبيروح مفريك لبيت مايك وبيقول له مايك ساعتها ان هو كان يعرف والده وكان شغال معاه، وان والده كان شجاع ومات بطل، ولكن محدش اتكلم في الطريقة اللي هو مات بيها بسبب سرية القضية اللي كان شغال عليها. وبيقول له كمان ان هو كان شجاع زي والده، وبيشجع مفريك ان هو يرجع تاني للنخبة، وفعلا بيرجع. ولما بيرجع بيكون ايس مان بيتكرم بجائزة افضل طيار في النخبة في حفل تخرجهم، وبيروح له مفريك علشان يبارك له. ولكن في الوقت دوت بيجي القائد بيقول لهم ان هو هياخد معاه كام واحد كده علشان عندهم حالة طوارئ، وبيختار ايس مان وسلايدر وهوليوود ولافمان ومفريك، وبيقول لمفريك ان هو هيتعين له مساعد جديد لما الطيارة بتاعته توصل بكرة بعد 24 ساعة في المحيط الهندي. بيقول لهم القائد ان سفينة الاتصالات اتعطلت وتاهت في اراضي اجنبية، وان هيبقى في عملية انقاذ ليها مهمتهم هي مساندة من الجو، وبيقول لهم ان هيبقى في طيارات منغ في المنطقة وكمان معاهم صواريخ مضادة للسفن، وانهم لو واجهوا اي موقف عدائي هيرد عليه. وبيحسهم ان هم فخر البحرية الامريكية وخريجين مدرسة النخبة، وبيبدأ يقسم كل واحد فيهم مهمته، وبيبدأوا يجهزوا الطيارات وبيحلقوا في الجو، والقائد على اتصال معاهم على الراديو يبلغهم باحداثيات العدو بتاعهم وعلى بعد قد ايه منهم، وهم في الجو بيواجههم طيارات العدو وبيكون عددهم 5 طيارات، وطيارة هوليوود بتتصاب وبيفقد السيطرة عليها وبتقع، وبيبعت القائد مروحية تدور على مكان هوليوود، وبيطلع مفريك للمكان اللي كان فيه هوليوود. طبعا بيزيد العدد بتاع طيارات العدو ل6 طيارات ويضربوا على ايس مان نار، وبيكون القائد عايز يبعت طيارات كمان، ولكن بيبقى عندهم مشكلة وما ينفعش يبعتوا اي طيارة تانية غير بعد 10 دقايق، وبيحصل لخبطة بينهم في الجو وطيارات المنغ بتاعت العدو بتحاصرهم، وبيطلع مفريك لثواني كده من القتال بيفتكر فيهم صديقه غوز، بعدين بيرجع يشتبك معاهم تاني، وواحد منهم بيقدر يسيب طيارة منغ من الجناح بتاعها وبتقع في البحر، والباقيين في الجو طيارات المنغ حواليهم من كل اتجاه وبينجحوا يسيبوا طيارة منغ تانية، لكن بتيجي طيارة تضرب طيارة ايس مان وتوقف المحرك بتاعها، وبيحاولوا يساعدوا ايس مان ولكنهم بيتصابوا بطلق كتير في طيارة من بتوعهم، وبيحاولوا يضربوا قذيفة على طيارة منغ ولكنها ما بتوصلش للطيارة، فبيضربوا قذيفة تانية والمرة دي بتقع طيارة منغ في البحر وبتبقى معاهم قذيفة واحدة، وبينجحوا يسيبوا طيارة كمان بالقذيفة اللي فاضلة، وباقي طيارات المنغ بتنسحب. ومفريك بيطلب من القائد ان هو يحلق على ارتفاع منخفض زي ما عمل في الاول، وبتنزل الطيارات كلها القاعدة وبيحتفلوا مع باقي اصحابهم باول مهمة ليهم بعد التخرج من مدرسة النخبة. مفريك بيكون فرحان وسعيد جدا واصحابه كلهم فرحانين، حتى ايس مان بيمدحه وبيشيد ببراعته، وبيتكلم القائد مع مفريك ويبارك له وبيقول له انت متصدر الصحف العالمية كلها، وبيقول له القائد يختار المكان اللي يخدم فيه، وبيقول له مفريك ان هو هيبقى معلم في مدرسة نخبة الطيارين المقاتلين توب جان. وبعدين بيقابل شارلوت وبيخلص الفيلم هنا. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، تابع صفحة الفيسبوك واعمل لي فولو على انستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناة اسرع فيلم، منتظر رايكم في التعليقات. مع السلامة.